السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي واخواتي، يا رب تكونوا بخير دايما كده يا رب، وصحة وسلام واحسن حال من رب العالمين ان شاء الله. عاملين ايه؟ وحشتوني والله. اتأخرت عليكم شوية بس معلش، قبل ما ظبطنا قناة جديدة وعملنا الدنيا فيها ايه. ان شاء الله بإذن الله انتظروا اللي جاي، لان اللي جاي هيبقى فيه ضرب نار. ربنا يسهل الحال. ربنا كرمنا الحمد لله وعدينا من المحنة الأولى على خير. أحب أوجه رسالة لكل الكلاب اللي شمتانين، إن معاش ولا كان اللي يخرسني أو يسكتني. شوية حرامية جرابيع. طبعا أنا اتأخرت عليكم في القناة لأن أنا كنت بظبط كام حاجة كده في الأول، لأن إن شاء الله بإذن الله اللي جاي كله مفاجآت كبيرة إن شاء الله زي ما عودتكم. فانتظروا إن شاء الله اللي جاي بإذن الله. ما كنتش هطلع القناة دلوقتي، أنا كنت هخليها شوية كده أشوف الدنيا ماشية إزاي. بس لما صليت الجمعة النهاردة وجيت شفت البث اللي كان شغال، بتاع واحدة عاهرة وواحدة أعهر منها بيتكلموا مع بعض. أنا وقفت عند نقطتين، فهرد على النقطتين دول بس. أول نقطة بتقول لها ما تجيبيش سيرته، تكونيش فاكرة نفسك رابعة العدوية حلوة واحنا ما نعرفش. سيرة ايه يا ام سيرة يا شمال يا زبالة؟ ده انت سيرتك تفضح بلد. ده انت سيرتك الذاتية دي راحت لاخوك في شغله وتفصله من شغله. فيديوهاتك اللي انا جمعتها دي كلها لما ابعتها عند اخوك في شغله هتفصله من شغله. سيرة ايه يا ام سيرة؟ ده انا عامل لك كوكتيل فيديوهات 10/10، من رقص قلة ادب ليه انا جبت الفلوس دي من شمال من كذا ومن كذا ومن كذا. سيرة ايه؟ ده انت سيرتك كلها تكسف وتفضح. انت واخدة قلم في نفسك كده ليه يا مرة؟ يا عانس انت يا شمال. انت معاشر الكلاب والقطط، فاهمة يعني ايه معاشر الكلاب؟ يا معاشر الكلاب فاكراها فاهماها؟ تلقى ريحتك زنخة وكلبة كده على طول طول حياتك. مفيش حد بياخد بحسك الا الكلب والقطة. هتفضلي كده لحد ما تموتي، هتموتي وتعفني في مكانك ومحدش عارف مكانك. سيرتك ما تشرفش عشان حد يجيبها في قناته. دي اول حاجة. تاني حاجة الكلب التاني اللي انت بتقوله يصيف وما يصيفش، وعايز اخوك ياخده معاه في المصيف وتكشف المصيف. المصيف ايه اللي تاخده معاه؟ واحدة واحدة كده نتكلم بالراحة عشان نفهم بعض. مصيف ايه؟ المصيف اللي اخوك الحرامي كان طالعه، اللي استنى لما باع محصول البلح بتاع الارض بتاع عمك عشان ياخد بقية الحرامية بره ويعزمهم ويصيفوا. كلنا عارفين. بيجي في اول كده بيبيع المحصول بتاع البلح على النخل وياخد فلوسه ويقسمه على بقية الحرامية اللي معاه. فالحرامية قالوا له لا احنا هنصيف بيه. بناء عليه راح عجز لهم وخدهم معاه يصيف، يمكن يعني خنصر من وراهم كمان فلوس من فلوس الارض البلح بتاع الارض. فيعني ما حدش استلف حاجه من جيبه يعني. كله من دم الراجل اللي مدفون في فرنسا يا حراميه. انت فاكرانا ان احنا قاعدين نايمين يعني ولا حاجه؟ مش فاهمين. الناس لازم تعرف انتوا بتصرفوا منين وتاكلوا ازاي. بطونكم كلها مليانه حرام. كل اللي كانوا في المصيف شويه حراميه. استنى لما الحرامي الحارس على الارض اللي سارقها هياخد البلح فلوس البلح ويحجز لهم ويطلعوا كلهم يصيفوا. كلهم. ما يغركمش الفشخره والكدابه اللي كنتوا شايفينها. ده اللي جايه من هنا ولا اللي جايه من هنا ولا دي حبيبتي ولا دي حنيه، لا ده كلها عصابه.
اللي يعرف ينطر التاني في اقرب وقت هينطر وهتشوف. شويه حراميه ربنا لمهم على بعض. ما عندكمش الا الاتنين اللي بيتقوا الله وبيخافوا بياكلوا الحرام، والاتنين معروفين. ثم انا مراتي ما طلعت صيفت، انتوا مشفتهاش وهي في اسكندريه؟ شفتيش الشقه اللي كانت قاعده فيها، اللي هي الشقه الفندقيه اللي كانت قاعده فيها، اللي كانت على البحر على طول؟ مشفتهاش؟ كنت مرحومه انت في الرقص في المغرب تهيألي يعني، بتاع المغرب كرفوكي اللي انت كنت رايحه له، قالوا له روح روح يا كلب، ده انت معديه ال60. عيب عيب. اللي في عينك دي ضربة بنية على فكرة، يا ضربة بنية يا وقعتي، واخد بالك؟ فهي العملية اللي كانت تحت عينيك باظت، اصل انتوا كنت هنا في تجاعيد وبتاع، فكنت واخد فيها حقن عشان تفرديها، فانت ممكن تكوني ايه، العملية باظت، وعينك شايفة بيها زي القردل. لا عميت ولا حاجة، بس انت بتحبي تشحتي، الشحاتة في دمك، عميت وقرنية ومش قرنية، فانت عايزة تمن قرنية بقى يا شحاتة، هتفضلي طول عمرك شحاتة يا جربوعة يا خدامة. وانت يا حرامي اللي قاعد هنا، انا فضيت لك، وردي كان عليك كان هيبقى جامد قوي، انت واخواتك الحراميه التانيين. بس انت لو تعرف اختك اللي عندي في البيت دي عملت ايه عشانكم، قسما بالله لا تبوس على رجلها، قسما بالله لا تبوس على رجلها وعلى اللي حاشتكوا عنكم، حاشت عنكم نار، ما كانش هيقدر حد على، واقسم بالله ما كان حد يقدر يقف قصادها، بس هي اللي حاشتها وعيطت وقالت اخواتي لا ما ينفعش، عملت باصلها. فرحمتك مني يا حرامي يا كلب، ابو قرون يا قرني، انت واخواتك ابو قرني التاني وشويه الحراميه اللي معاك. القناه الجديده دي بتاعتي يا جماعه، وانا زي ما قلت لكم اعوضكم، ما عاش ولا كان اللي يخرسني، ولا عاش ولا كان اللي يسكتني، ويانا انتوا يا شويه حراميه، مادام المره الشمال طلعت وجابت سيرتي استلقى وعدك مني، انت ملموم على شويه شواذ كاسرين عينيكم ومصورينك، واخده بالك؟ بس انا ما حدش كسر عيني ولا حد له عندي حاجه. ادعموا القناه يا جماعه وقفوا على رجليها، عشان دي ان شاء الله هتبقى القناه الاساسيه، وتوكلنا على الله وربنا كبير، وتعلمنا من الاخطاء اللي كانت في القناه اللي فاتت، وان شاء الله مش هتتكرر في القناه ديت، وانا لساني طول كده ما بسكتش. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جاي، وتعمونا وربنا كريم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.